طيب ايه مشكلة ان احنا نفكر تفكير سلبي؟ انه بيخلي اختياراتنا سلبية، فاحنا بندخل بقى في سلبي لسلبي لسلبي، بس ما بنعملش حاجة ايجابية. بقى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا شهر شريف، والنهاردة هنتكلم عن التفكير السلبي. يعني ايه تفكير سلبي وليه بيجيلنا؟ وهنتكلم كمان عن التشوهات بتاعت عقلنا لما بنفكر. أول حاجة، التفكير السلبي بيجي نتيجة افتراض لأفكارنا. واحنا صغيرين بنبقى فاكرين إن أفكارنا هي الصح، بس كده. إنما بقى لما بنكون كبار بنبقى فاكرين إن أفكارنا هي الصح، وكمان هي اللي احنا عليه. يعني احنا واحنا صغيرين مش عارفين احنا مين، لما بنكبر بنبقى عارفين، بس أفكارنا كمان بتشوه احنا مين. ومن غير ما نبذل مجهود أو نفكر شوية، احنا بنفكر بطريقة سلبية. ليه؟ ممكن تبقى دي عادة حياتنا أو طريقة تفكيرنا في العموم. طيب ايه مشكلة ان احنا نفكر تفكير سلبي؟ انه بيخلي اختياراتنا سلبية، فاحنا بندخل بقى في سلبي لسلبي لسلبي، بس ما بنعملش حاجة إيجابية. بقى نبدأ السلبيات تجر السلبيات. طيب، أنا عايزة أعرف يعني إيه أو إيه علامات اللي بتخليني أفكر تفكير سلبي. يعني إزاي أعرف إن أنا بفكر تفكير سلبي أصلا؟ لما أحس إن أنا ما بعرفش أنجز مهماتي بسهولة، أو ما بعرفش أوصل لأهدافي بسهولة. يعني مش بسهولة أعرف أخطط في حياتي. لما أمنع نفسي من الحاجات اللي نفسي أعملها، أقول لا مش ضروري، مش مهم، مش دلوقتي، نفسي أسافر مش مهم، أشوف أولويات أخرى مع إن أنا عندي رغبة مهمة مثلا في السفر. لما تبقى مشاعري للي حواليا دايما سلبية، لما أحس إن العالم بالنسبة لي مكان مش آمن، إن الناس وحشة، مفيش أمان، تجاربي مش سليمة قوي، يبقى المجمل أنا شايف الدنيا سلبية. لما أحس إن الناس اللي حواليا عندهم مشاعر سعادة أكتر مني، إن الناس بتبقى فرحانة أكتر مني، أنا مش سعيدة، أنا عندي تعاسة، برغم إنه ممكن يكون عندي مواقف كويسة. لما الناس تقول لي ان انا متشائم يعني الصحابه يقولوا اصل انت متشائم شويه، او الاهل يقول لك اصل انت متشائم شويه، او العيله تقول لي انت متشائم شويه. لما كمان ما احسش بنجاحي، يعني احس ان نجاحي مش مهم، وابدا ابوظه، ما كملوش، اوصل لنقطه واقف عندها وانزل وتنازل. كمان لما دايما اكون قلقانه، القلق يبقى هو الحاجه اللي بتمشي حياتي، التوتر هو الحاجه اللي ممشيه حياتي. طيب، ده بيوصل لحاجه بنسميها في علم، دي حاجه بنسميها في علم النفس التشوهات المعرفية، أو أنا عقلي بيشوف الحاجة بالمقلوب بالغلط. وده الحقيقة هي مش الحقيقة، هي الحاجات اللي عقلي بيحاول يقنعني بيها، عايز يقول لي هو ده اللي موجود من غير أدلة، هو كده، دي الحقيقة بس ما عنديش دليل. طيب، المشكلة في دي بقى إن كل حاجة بنقولها لنفسنا بتعمل صورتنا الحقيقية، بتخلينا نعكس نفسنا قدام الناس. اللي بقوله لنفسي ده اللي بعكسه قدام الناس، اللي بقنع نفسي بيه ده اللي بعكسه قدام الناس. طيب، وعلشان كده بقى بنعتبر للأسف يعني إن دي حياتنا وحقيقة حياتنا بغض النظر عن الواقع. عشان كده مشكلة رؤيتنا للأفكار المشوهة دي، او اقتناعنا بيها، او عقلنا يضحك علينا ويقول لنا ان هي دي الحقيقة، هو ده اللي هيحصل، ان احنا بعد كده هنصدق الكلام ده. مش معقول ما نصدقش نفسنا يعني. طيب،
هنرجع تاني لمعنى التشابهات دي، ان عقلنا بيخدعنا انه الافكار اللي احنا بتدور جوه مخنا يعتبرها حقيقة، بغض النظر بقى هي عنده دليل او ما عندوش دليل، هي حقيقة وانا مصدقها. فطبعا تدخلنا في اكتئاب وقلق وتوتر وعدم سعادة وتوقع الوحش. فهنبدأ بقى دلوقتي نحدد احنا لو اتكلمنا ليه بقى عندنا مشاعر سلبية، وبعدين نرجع نشوف الأفكار السلبية دي بتيجي ازاي. هنشرح شوية من الأفكار السلبية دي علشان نعرف لما بتجيلنا ازاي، يعني احنا ليه عندنا الفكرة السلبية دي. هشرح شكلها وبعدين الحقيقة وبعدين ازاي نغيرها، كل فكرة لوحدها لأن هم كتير، فأنا مش عايزة أقول كل الأفكار وبعدين أقول بعدين كل الحلول. أوكي. أول حاجة إن أكون من الشخصيات يا إما كل حاجة أو مفيش حاجة. يعني لو ما بقتش الأولى فأنا الأخيرة، لو ما خدتش ده فأنا ما عنديش كل. آه آه إذا ما فزتش أبقى خسرانة، إذا ما كنتش الأولى فأنا ساقطة، إذا ما كنتش أحسن واحدة في الناس فأنا أفشل واحدة في الناس. ما عنديش زي ما بنقول إيه سبيكترم كده، ما عنديش مسافة ما بين الأبيض والأسود. حتى إحنا بنقول عليها بيفكر أبيض وأسود، يعني يا اما كله يا اما لا، يا اما ابيض يا اما اسود، يا بتحبني يا بتكرهني، يا غنية يا فقيرة، يا شاطرة يا فاشلة، مفيش تاني، مفيش في النص، مفيش في النص. وابدا بنسميها ايه ثنائية التفكير، يعني يا ده يا ده، لو مش معايا تبقى عليا مفيش تاني يعني. طيب، مشكلة التفكير بقى دي ايه؟ ان هي بتخلي الناس بيتحولوا في حياتي لقسمين، يا اعداء يا اصدقاء. بس كده، ما عنديش ناس تانية في النص، ما عنديش مساحات لتواصل غير بالطريقة دي في حياتي، يا تبقى معايا يا تبقى عليا. واصحابي يا ما فيش زمالة في النص، يا تبقى صاحبي وانتيم يا تبقى عدو. فطبعا دي ضغط على الناس، مفيش حد بيبقى عايز حياته كلها بالمنظر انه كل الناس يا انا معاك 24 ساعة وانا صاحبك بس او عدوك. أو في مسافات كبيرة قوي في العلاقات، فبقفلها. بقفل حتى في تعاملاتي مع الناس المسافات ما بين مستوى العاطفة ومستوى العطاء ومستوى ان افضي نفسي وكل حاجة. فيا معايا يا عليا، ما بقسمش. طيب، كمان ما بقسمش الدنيا معايا بتتعامل ازاي. ما بق... انا يا تعيسة يا سعيدة، يا خسرانة يا كسبانة، مفيش في النص. وطبعا بميل للتعاسة، ما انا اصلا بدور عليها يعني، فمش ببقاش في سعيدة قوي، ببقى تعيسة بس. طيب، التفكير الثنائي ده حقيقته ان احنا طبيعي ان احنا يكون عندنا اوقات نطلع واوقات ننزل، عندنا نفوز نخسر. الكارثة دي بتحد من تفكيري، بتخليني ايه بقى، ما اشوفش ان في فرص تانية للنجاح. باستثناء الاول، ممكن اكون التاني وناجح والتالت وناجح والعاشر وناجح، او الاخير، بس عن يعني اطور في نفسي. هبقى التاسع، هبقى الثامن، المره الجايه هاخد بالي. لا، بقفل القصه دي خالص لاني محدوديه، يا ما طلعتش الاول ما خلاص انا ساقط. فبدخل بعيد قوي، بقفل كل المسافات ما بين مراحل الفشل والنجاح. فيا اما او مراحل السعاده والحزن، يبقى سعيد يبقى حزين، يبقى فاشل يبقى ناجح، اللي في النص ده مش موجود. طيب، دي الحقيقة اللي أنا قلتها، إنه بيقفل الحدود ما بين المسافة دي كلها، ما بين نجاح وفشل، يقفلها. طيب، الصياغة الجديدة أو اللي احنا هنعمله مع كل حالة، الطريقة دي النهاردة أول مرة بعملها عشان حاجات كتير. ان اذا ما احتلتش المركز الاول ممكن ابقى الثالث وفخور، ابقى الرابع وفخور، وهعمل مجهوداتي المره الجايه احسن. ما خدتش دي المره الجايه هاخد اكتر منها. ما عرفتش اشتري دي، هشتري دي مؤقتا وبعدين هحوش واشتري التانية. لا، التاني اللي بيبقى يا ابيض يا اسود، يا دي يا لا، يا اغلى حاجه مثلا يا لا. مفيش بدائل، بيوقفوا البدايل في حياتهم كلها، يا صاحبي يا عدوي، مفيش نص. طيب، الحاجة التانية
في التشويه المعرفي او ان احنا افكارنا تبقى معلوماتنا مشوهة، التخصيص. يعني ايه؟ انا مسؤولة عن كل حاجة غلط حصلت في الكون. انا بحمل نفسي حتى الحاجات اللي خارج سيطرتي، انا مسؤول عن كذا. اخد كل حاجة بشكل شخصي، فلان زعلان ابقى انا اللي زعلته، فلان خسر ابقى انا لو كنت ساعدته، فلان جراله حاجة مش كويسة اصلي انا قصرت في حقه. تخصيص، او ابقى انا شايف نفسي بصراحة كده محور الكون. ومش بس محور الكون بطريقة ايجابية، لا ده انا محور الكون بطريقة سلبية. انا غلطت اني ما كنتش جنب بنتي وهي بتذاكر، فاصلها عشان كده ما عرفتش تذاكر فسقطت. اصل انا كنت جنب، ما كنتش جنب بنتي هي في المدرسة فوقعت. اصل انا لو كنت خدت بالي وعملت، انا افضل بقى طول حياتي انا مسؤولة عن دوران الكرة الارضية. لو كنت خدت بالي ما كانش حد عيا، لو كنت عرفت كذا ما كانش حصل كذا. لو بنلاقي نفسنا بنعمل الكلام ده، عندنا مشكلة في ان احنا شايفين افكار عقلنا غلط. ليه؟ لأن في العادي إن في حاجة خارج سيطرتنا، وفي حاجات كتيرة قوي ما نقدرش نسيطر عليها. في حاجات بتحصل لناس بنحبهم ما نقدرش نسيطر عليها. ممكن الله لا يقدر يعيو، يحصل حاجة مش حلوة، بس مش إحنا السبب. ممكن تحصل لأي سبب تاني. ممكن يكون في تقصير من عندنا لو فيه، لكن لو ما فيش أبقى أنا اللي ما خدتش بالي ليه. أوكي؟ إعادة الصياغة في الموقف ده إيه؟ إني أقبل إن في حاجات خارجة عن إرادتي. أقبل إن في حاجات ما أقدرش أعملها. أقبل إن في سلوكيات للناس كمان حتى لو هما بيعملوها غلط ما أعرفش أصلحها. أقبل إني مش مسؤولة عن إصلاح الكون، أنا دوري نفسي بس، واللي أقدر عليه حواليا أعمل دوري. إنما مش معناه إن أنا أسيطر، لأن دي هتدخلني على إني هبدا اخنق اللي حواليا. لا ما تاكلش كذا لحسن يجرى لك كذا، وده هعتبره تقصير مني اني اهملت، او ما تخرجش او ما تروحش، وخصوصا بقى لما يبقوا ولادنا. طيب، يبقى افهم التخصيص ده حله اني اراجع واقول اني ارجع بقى واحط نفسي في قدرتي الحقيقيه، ان انا لا املك السيطره على كل مجريات اموري ولا امور اللي حواليا. اقبل ان في قدر، واقبل ان في عدم قدره على تغيير الناس بدايه كده، او ان الناس ممكن ترفض كلامي لو حتى صح. طيب، الحاجه التانيه في التشوهات لما عقلنا يحصل له تشوهات في الافكار، الافراط في التعميم. انا دايما ببوظ كل حاجه، انا دايما حظي قليل، انا كل اصحابي وحشين، انا كل اكلي مش حلو، انا كل تصرفاتي غلط، انا كل ما نلاقي نفسنا نقول دايما وابدا وكل في الابد يعني، وكل نعرف ان احنا حاطين نفسنا نقطة غلط. يبقى اول ما اقول انا ببوظ انا اللي طول عمري حياتي بايظة، انا دايما ببوظ الامور، انا ما اعرفش اعمل حاجه صح، انا ما اعرفش انجح في امتحان، انا، يبقى دي تعميم غير مقنع، لانه مستحيل. مش معقول كل حاجتك غلط، مش معقول كل حاجتك غلط، مش معقول كل اجاباتك غلط، يعني ما تجيش ابدا. طيب، الحقيقه ايه؟ ان انا اللي انا عملته دي حقيقتها ان انا استنتجت نتيجة تصرف أو اتنين غلط، فرحت مقيمة على أساسهم حياتي. أنا اتصرفت غلط في موقف، واتصرفت كمان غلط في موقف، واتصرفت كمان غلط في موقف، إنما في كل حياتي لأ. إنما نتيجة لتصرفاتي في موقف أو اتنين غلط، فرحت معممة القصة أنا أصلا تصرفاتي غلط. إعادة الصياغة أو التفكير الجديد لده إيه؟ إني فعلا عملت غلطة، إني أوقات برتكب أخطاء كتيرة، بس عايزة أركز وأتعلم. دايما عندي مساحة للتعليم. الغلطة دي كان ليها ميزة إيه؟ إني هتعلم ما أعملهاش المرة الجاية، بس كده. إنما مش هقول أنا طول عمري. طيب، في كمان حاجة تانية اسمها إني أتكهن بعلم الغيب، بيسموها قوانين الحمقى. ليه؟
لاني دايما متنبئة بالمستقبل. يعني ايه؟ لا لا لا، هم مش هيعملوا كده، لا لا لا، كل اصحابي هيطلعوا وحشين، لا لا لا، انا عمري ما هنجح في المشروع ده، انا عمري ما هعرف اتكلم في الحكاية دي، انا عمري ما هعمل ما اعرفش ايه. انا لسه المستقبل ده ما حصلش، انما انا تكهنت وخلاص، ودايما بتنبأ بحاجات سلبية. التكهن ده عمره بيكون ايجابي فيه امل، لا، انا بقول عمري ما هعمل. ليه ده؟ لان انا شايفة ان ده المستقبل بتاعي، عقلي بيقول لي مفيش جديد، انت قبل كده فشلتي، طيب اللي جاي كمان افشل وافشل وافشل وهكذا. طيب، الحقيقة ايه بقى؟ ان الطبيعي ان المستقبل فيه حاجات ايجابية وسلبية، طبيعي، انما الاحسن اني احاول اكون متفائلة بدل ما ادخل على المستقبل بكآبة وبهدلة ونكد. يبقى التكهن إعادة صياغته، إن أقول حتى لو في حاجة وحشة جاية، أو أنا متوقعة حاجة وحشة، أو حصلت حاجة وحشة فعلا في حياتي لسبب ما، عادة ودي حقيقة كلنا بنعرفها متأخر، بتطلع حاجة حلوة من الحاجة الوحشة اللي حصلت. لازم تطلع حاجة كويسة من أي حاجة وحشة حصلت، هو ربنا عاملها لنا كده. طيب، الغلط العقلي أو المعرفي اللي أنا بتعامل معاه على انه حقايق في حياتي، ان انا مش كويسة بما فيه الكفاية، دي اسمها الليبلز. يعني انا بلزق ليبلز على حاجات. انا ست مش كويسه بما فيه الكفايه، انا ولادي مش بينجحوا، انا ما اعرفش اعمل مشروع، انا بدي ليبل، بدي عناوين، عنوان انا ما بعرفش اعمل مشروع، انا ست مش كفايه، انا جوزي ما بيحبنيش، انا ولادي مش هينجحوا، انا افضل ادي ايه؟ عناوين. العناوين دي حقائق، الحقائق بتاعتها جايه منين؟ مفيش عندي حقائق غير ان في مواقف حصلت خلتني احس بده، انما ده مش معناه ان كل حياتي كانت كده. مشكلة بقى في ان الليبلز اللي انا بلزقها على كل حاجة لمشاعر عندي بتخليني فعلا اصدق ده، ويخليني افقد الثقة بنفسي، ويخليني اخاف ان اجرب حاجة لاني بفشل. فانا اصلا بمنع نفسي من الحياة، بقى ببدأ ارجع لورا، ارجع لورا. مشكلة وضع العلامات ده انه بيبقى عامل زي الحقائق. برفض التغيير من الناس، برفض التغيير من نفسي، ما بصدقوش. يعني مثلا ولادي مش بينجحوا، اه كويس، خلاص، العيال بيذاكروا، لا لا لا، ما هو مش هينجحوا. فانا بفصل اصلا الحقائق عن عن حياتي كلها. طب ما هم ذاكروا هم، لا لا لا، بس مش هينجحوا، ما هو انا قبل كده سقطوا كتير. طيب في مشروع تاني هتعمليه، او في حاجه في حياتك جديده تعمليها، لا لا مش هتنفع، عشان انا عملت الليبل ده، لزقت العنوان قبل ما ابدا. فببقى داخله وانا عارفه اني هفشل، فمعلش هبذل مجهود ليه؟ هخلي ولادي يبذلوا مجهود ليه؟ هيبقى عندي ثقة أصلا في أي حاجة ليه؟ ما أنا أصلا حاطة العنوان، حضرتك ده مكتوب عليه أحمر، لما أجي أقول لك لا ده مش أحمر، لا ما أنت حاطة العنوان أحمر، خلاص يا ستي ده أبيض، لا هو كده. يبقى بقفل التطور بتاعي، بقفل إن في تغييرات ممكن تحصل ليا ولغيري، برفضها وما بشوفهاش أصلا، فببقى أنا لوحدي في حتة وكل البشرية في حتة. الناس كلها بتتقدم وأنا شايفة إن إحنا لسه ما نعرفش حاجة غير مثلا مفيش وسيلة مواصلات غير الجمل، فأنا لسه مقتنعة إن الجمل هو وسيلة المواصلات الحقيقية. الباقي ده كله الصواريخ دي مش حقيقية، لأني رافضة التطور ورافضة التغيير. يبقى إني بوقف، إني حاطة علامة. العلامة معناها زي بقول لك عنوان الكتاب كذا، يا ستي اللي جوه ده مش نفس العنوان ده، اتغير، لا هو عنوانه عندي كذا. فبأثر على علاقتي بالناس، لو حد غلط فيا بيفضل هو غلطان، لو حد كويس بيفضل هو كويس على فكرة، حتى لو الشخص ده بيغلط، لأني ما بغيرش العناوين. طيب، في حاجة تانية، التصنيف. التصنيف أكتر خطورة من التعميم. يعني أقول إن أنا أصلا إنسانة مش كويسة، أنا أصلا واحدة فاشلة، مش هفشل،
لا، التعميم ان بقول المشروع اللي جاي انا هفشل فيه عشان انا فشلت في الاولاني، انما لما اقيم نفسي من الاساس انا اسمي فاشله. انا اصلا انسانه مش ناجحه. انا اصلا انسانه مش بعمل الكلام، يعني خلاص انا حطيته تحت مصنف الفشل، او تحت مصنف سوء الاختيار، او تحت مصنف التعاسه، او اي مصنف سلبي. خلاص انا حطيته، ده هو اسمه كده اصلا، فكينونته كلها كده. المشكله بقى في التصنيف، انه يا ريته بيخليني احس انه مثلا يعلمني اعمل ده ازاي. لا، التصنيف بيخليني اقبل ده واتعامل على انه امر واقع مش هيتغير. انا واحده فاشله، فكل حد يقول لي حاجه اقول له لا، ما تجيش جنبي، معلش الموضوع فاشل، انا كده انسانه، او انا غبيه، او انا مثلا جبانه، او انا اي حاجه، اي صفه، اي صفه. انا خلاص حطيتها كتصنف، انا بقيت من هذه الفئه. خلاص مش بتغير. ده خضار وده فاكهة، الموضوع ما يتغيرش. طيب، عشان اغير المعنى ده ازاي؟ اقول ممكن انا في حاجات غلط، انا فشلت في حاجات بس مش للاخر. انا غلطت ان انا عملت كذا وكذا. دي الحقيقة ان عملت حاجة غلط، مش ما عملتش. الحقيقة اني فشلت في مشروع، مش ما فشلتش. طب كلامي ده لو انا قلت انا فاشل انا فاشل هيوصلني للرضا او للتطور؟ لا. انما ينفع اقول الصح بتاعها، ان اقول انا ما كنتش فاهمه بما فيه الكفايه ابدا ده ازاي. انا محتاجه اتعلم اكون كويسه مع الناس ازاي، او اكون ناجحه ازاي. اهم من ده كمان ان ابين التعاطف مع نفسي عشان اقبلها زي ما هي، حتى لو فيها غلط عشان اعرف اصلحه. وحضرتك لازم تقبلي نفسك عشان تدخليها تتصلح. لكن لو في رفض من الاساس، وتقييم من الاساس، وتصنيف من الاساس، بتصلحي ايه؟ مش هتصلح خلاص. يبقى اعادة الصياغة ان اقول ان انا دلوقتي فهمت ان في حاجة غلط عندي، فهمت ان انا عايزة اصلح من كذا عندي، فهمت ان في حاجة ممكن تتعدل دلوقتي، اهو ممكن تتعدل حتى لو مش موجودة، بس عرفتها. انما مش هحط نفسي صنف الفاشلين، الخايفين، الجبنة، اي حاجة بقى. طيب، كمان ميزة الحركة دي ان ابدا ادخل لنفسي نقط القوة. انا عندي ايه كويسة فيه، ابدا ادخله بقى على مشاكلي اللي انا عارفاها دلوقتي. طيب، كمان من المشاكل اللي بتجيلنا، لازم يعني ايه بقى؟ لازم اكون احسن واحده، لازم اكون عامله كذا وكذا. لو كنت عملت كذا وكذا كان ده هيتصلح. لو كنت لبست كويس كانوا صحابي هيحبوني اكتر. لو كنت عملت كذا وكذا آه، كان ممكن الامور تتصلح. لو كنت قابلتهم بطريقه ما احسن، يمكن كانوا عرفوا يدخلوني في الوظيفة دي. لو كنت طردتهم من البيت يمكن كانوا عرفوا قيمتي. أي كلام فيه لو كنت، أو لازم، أو كان يجب، أو ينبغي، اللي هي البيانات. حتى بيان: يجب أن نفعل كذا وكذا، يجب أن نحصل على كذا وكذا، لازم نعمل كذا وكذا. دي بيان اهو بعرضه. طيب، مشكلة البيان ايه؟ هو انا في حاجة غلط حصلت، ان انا فعلا كان لازم اعمل كذا، كان لازم اقول كذا، المفروض يحصل كذا. طب ما حصلش، ما هو ما عملتوش. يبقى بدل ما افضل اجلد نفسي واحط نفسي في اني دايما ما عملتش وكان لازم اعمل. طب انا اتعلمت ايه بقى من قلة التركيز دي دلوقتي؟ انا اتعلمت ايه لما خدتش دي بالي من الحكاية دي؟ ازاي اعملها بطريقة مختلفة؟ الحقيقة يعني انا دلوقتي غلطت. ايه اللي طلعت منه؟ هو فعلا كان لازم وكان يجب وفي بيان انا ما نفذتوش. الحل بقى، يبقى الحل ان ايه اللي اتعلمته وهعمله ازاي المره الجايه. ليه؟ لان الكلام كان لازم اعمله وكان لازم وكان لازم اخلي بالي. مش هيخدم
اي حاجه حقيقيه ليا غير انه دخلني جوه دايره المشاعر السلبيه والذنب والعار والندم والغضب لاني ما عملتش حاجه، لاني ما اعرفش اغير الماضي بتاعي. هغيره ازاي؟ ما هو خلص وانا غلطت على فكره. مفيش حل يعني الحل ايه؟ الزعيق والغضب والزعل مش هيرجع. انما الحل اني بما اني مش هغير الماضي، اوكي اتعلمت ايه؟ هو كان صح انه لازم اعمل. فبقى بدل ما عقلي يدخلني في لازم ولازم ولازم، هيقول لي ها كان غلط، صح انت غلطت اهو، نحترم بقى الغلط ده ونصدقه، وبعدين نرجع نشوف الصح بتاعك ايه تعمله المرة الجاية. مفيش حاجة تانية. طيب، من ضمن الحاجات كمان اللي بتبقى من ضمن التشويه في التفكير او في المعلومات اللي احنا معتبرينها معلومات مع ان هي ممكن تكون مش معلومات او حقائق في حياتنا، ان انا افكر بطريقة عاطفية. افكر بطريقه عاطفيه يعني ايه؟ انا حاسه ان هي كذاب، انا حاسه ان هي ما بتحبنيش، انا حاسه ان فيها كذا وكذا. ايوه الكلام ده جبته منين؟ لا دي مشاعر بس حضرتك بتتعامل معاها لان هي ايه؟ لا حقيقه، ما انا حسيت. الدليل؟ ما فيش دليل غير احساسي. زي ان انا خايفه من كذا، عندك دليل للخوف؟ لا، بس خايفه. قلقانه من كذا، عندك دليل قلق؟ لا، بس قلقانه. الحقيقة بقى الطريقة الصح إن إحنا نفكر بطريقة موضوعية على الموقف، بغض النظر هو غلط هو صح، رؤيتي فين، بس أبص بطريقة موضوعية الأول. ما أحطش عواطفي وما أعملش حكم على العواطف. أنا حاسة إن هي كذابة، أنا حاسة إن هي بتضحك عليا، أنا حاسة إن هي ما بتحبنيش، أنا حاسة إن هي مخبية عليا حاجة. كل الكلام ده جبته منين؟ من أحاسيسي. طيب، الحقيقة إيه؟ الحقيقة إن إحنا فعلا بيبقى عندنا احساس، وعندنا زي كده حدس كده، عندنا غريزه بتحسسنا ان اللي قدامنا دي في حاجه غلط، وفي نسب كبيره قوي بتبقى صح. طيب ايه؟ اعملها ازاي بقى؟ ما اقولش، اشوف الاحساس ده محركني على اساس ايه، ما اتعاملش على انه امر واقع. يتاكد، يدور وراه، يسال الشخص بقى انت فعلا كذا وكذا، وريح دماغي. دي الصياغه الصح. انما امشي بقى انا حاسه ان انت كذابه فعاملك ان انت كذابه، انا حاسه انك ما بتحبنيش فاكرهك انا الاول. طب والتاني ده قاعد في بيته بيعمل ايه؟ بيحمد ربنا، ما يعرفش حاجه، ما يعرفش القصه اللي عندي كلها. ليه بقى؟ لانه حتى لو مشاعري الغريزيه دي محتاجه اتاكد منها، لازم يكون عندي حاجات تعلمها لي، لانها مهما كانت حقيقيه هي مش لا تساوي الواقع. في حقيقه الامر مش هتوصل للواقع. كمان اوقات كتير قوي لما بندي للناس الفرصه في ان احنا نفهم منهم، بنكتشف ان الموضوع عندنا كله من اوله لاخره سوء فهم. طيب كمان في حاجه بتيجي، ممكن مشاعري انا الشخصيه من عدم الامان هي اللي بتحسسني ان اللي قدامي فيه عيب. فانا اعرف منين احمله ليه هو مشاكلي؟ اوكي. طيب، كمان من ضمن التشويه في العقليه ان انا دايما قاعده مستنيه الكوارث. يعني الدنيا هتمطر، لا ده هيحصل سيول. هينزل شوية تلج، لا ده عاصفة. أعمل من الحبة قبة. هي مثلا ما كلمتنيش في التليفون، لا دي بتكرهني. نسيت تعمل لي مثلا، تجيب لي حاجة، تجيب لي هدية في عيد ميلادي، لا دي قصدها تعمل لي كذا وكذا وكذا. يبقى تكبير المواقف وتضخيم المواقف بما لا يناسب حقيقتها، وحول كل حاجة. وبنشوف الناس دي بحول كل حاجة لحاجة كبيرة قوي. هو ده عقل، خلل في تفكيري أنا. لو سقطت مرة في امتحان يبقى كل الامتحانات هسقط، يبقى خلل في تفكيري أنا. الحقيقة طبيعي إن تحصل مواقف صعبة، طبيعي إن ممكن ناس تعمل مواقف مش حلوة معايا، طبيعي إني أغلط في حاجات، إنما ما يبقاش أكبر حاجة يا خبر أعمل مصيبة إني ما ردتش على واحدة في التليفون. so what؟ اعمل مصيبة اني ما حطيتش ملح على السلطة، ما يحطوا هم سوى.
يبقى لما اكبر الحاجات الكبيره هتخليني عندي انكزايتي، هتخلي عندي مشاعر القلق والتوتر وعدم الثقه بالنفس، ودايما خايفه ودايما حاسه اني مقصره، لاني دايما مستنيه الكوارث او بكبر التوافه. الاتنين الاتنين طار عليا شخصيا. طيب العادي ايه؟ اه حصل موقف وحش، مش حلو قوي، يعني المره الجايه ابقى اخد بالي، معلش نسيت احط الملح، انا اسفه يا جماعه، معلش، ما خدتش بالي ارد على التليفون المره الجايه، ما هبقى اكتب، نسيت ميعادك، معلش، كان عندي كذا حاجه، انما ما بقاش قاعده مرعوبه وحاسه ان انا عامله جريمه. يبقى اتعامل مع الموقف على قد حجمه، ما كبرش المواقف. في كمان حاجة عكس التخصيص، اللي هو ايه، انا مسؤولة عن دوران الكرة الارضية، انا لو كنت عملت كذا ما كانش جرى لهم كذا، انا لو كنت خدت بالي ما كانوش عيوا، انا لو كنت خدت بالي ما كانوش جالهم ما اعرفش ايه، انا الكلام ده. العكس بقى، لا هم اللي غلطانين، اللي هو اللوم بقى، ده مش مشكلتي، ده فلان اللي غلط، لا لا لا، لا انا ضحية الكلام ده. ده العكس بالظبط، ده مش متحمل حاجة خالص، لا 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 انت اللي غلطانه، لا 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 هم اللي غلطانين، المدرس هو اللي ما بيحبش يصلح، لا 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 المدرس ما بيعرفش يشرح، لا 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 الناس اللي حواليا ما ساعدونيش في المشروع بتاعي، دايما عندي اعذار. التخصيص بيلغي الحقائق، علشان ما هو بيعتبرها مش موجوده حتى لو حقيقه، ويبدأ يحمل نفسه الغلطه. اللوم بيعمل العكس بالظبط، بيلغي الحقيقه بس بيحمل اللي حواليه الغلطه، مش انا ما عملتش حاجه، انا بريء، انا ضحيه هذا العالم الخارجي. كويس. الحقيقه ايه بتبقى بغض النظر عن الموقف، اي حاجه وحشه بتحصل لنا من الناس، فاحنا بيبقى عندنا جزء ممكن نسبته تختلف من 1 ل99 من الغلط، ممكن يكون عندنا 1% من الغلطة، 2% من الغلطة، إنما لا يمكن حاجة بين اتنين يبقى الواحد بس غلطان والتاني قاعد كده، لا. الأقدار ممكن، إنما العلاقات لا. طيب الحل ان انا اخد وقتي، افكر واشوف الغلطة فين، نسبتها عندي ايه. يبقى اعادة صياغة اللوم، اني اتحمل مسؤولية دوري في اي حاجة حصلت. طيب في كمان حاجة في المعرفة المشوهة، اني اقرا الافكار، طبيب روحاني في نفسي كده، وبعرف الناس دي بتفكر ازاي. الدليل لا، هو تلاقيه قصده كذا وكذا وكذا، ده هي قصدها كذا وكذا وكذا، ده هي بتقول ده عشان قصدها كذا وكذا. حضرتك هذا التحليل وهذا التفسير جبناه منين؟ لا هو انا مع نفسي ببقى عارفه. الدليل مفيش، الدليل قالوا له على رأي عادل إمام. المهم، يبقى قراءة أفكار الناس، إن نفترض هي قصدها كذا، هي بتقول بالمعنى ده بالكلام ده، بس المعنى عندها كذا، وما عنديش دليل. ليه؟ الافتراضات دي انا اللي بنياها، الافتراضات دي بصراحة وبمنتهى الامانة لو كانت سلبية بتعكس شخصيتي انا وعدم شعوري بالامان. انما الحقيقة او اعادة الصياغة اني ما اقدرش اقرا افكار الناس مهما عملت ابدا، ومش ممكن خالص افهم ولو 1 على 10 من الناس بتفكر ازاي، الا اذا دخلت تحت جلدهم، وده مستحيل. طيب في كمان حاجة تانية من التشويه للأفكار في عقلنا، إني أقلل من نفسي وأعتبره تواضع. يعني أقلل من إنجازاتي، أقلل من قيمتي، أقول لا 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 الناس مش قصدها، أنا عادي، أنا بعمل إيه، الناس كلها ما بتعمل اللي أنا بعمله. لا 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 لا، لو حد بيقول لك الحاجة دي جميلة، لا 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 ده أنا جايبها بدولار من أي حتة، حتى لو مش ده سعرها. طب التقليل ده هدفه إيه؟ هدفه إني أبان متواضع، أو هدفه إني بشكك فعلا في انجازاتي واني ما عملتش حاجه حقيقيه. عقلي بيقول لي انك انسان اقل من العادي، واللي عملته ده الناس اللي اقل من العاديين بيعملوه، فانت ما انجزتش. اشكك في مجاملات الناس ليا، ارفضها، ما احسش ان انا
استحقها. فلما حد يقول لي حاجه اقول له لا 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 لا، مش مظبوط. لما حد يجاملني اكذب مجاملته، ما افترضش ولو نسبه 50% انه ممكن يكون صح. يبقى التقليل اقلل من نفسي على افتراض ان ده تواضع، وان ده واقعيه، وان الناس مجامله، وانه مفيش داعي اتغر. عكس زي الغرور بالظبط، اني بصدق اوهام، هنا بقى بلغي حقائق. فايه الحل؟ ان انا اعمل ايه؟ اقف على ارض الواقع. عادي جدا ان اقبل ان اهني نفسي على انجازاتي. عادي جدا ان استحق ان الناس تقول لي ان في حاجه كويسه عندي. عادي جدا اني افهم ان في حاجات كتيره عندي انا حتى مش واخد بالي منها. يبقى اعاده صياغه التقليل من الشأن هو ان اصدق اني اكون فخوره بنفسي، واني عملت حاجات كتيره قوي بالامكانيات اللي عندي بغض النظر قد ايه. اصدق مجامله الناس. طيب، في حاجة كمان من الخلل في الأفكار، إني حاجة اسمها أقفز للاستنتاجات. يعني أفترض الأسوأ لمجرد مرور الوقت. العيال اتأخرت، ده جرى كذا كذا. فلان ما ردش، ده بيكرهني. النتيجة ما ظهرتش، أنا سقطت. كل حاجة تتأخر نتيجة وحشة. كل حاجة بالنسبة لي بتتأخر نتيجة وحشة. طب الحل بيحصل لي ايه؟ بتوتر وبخاف وبزعل، وانا لسه ما اعرفش النتيجة الحقيقية، انا استنتجتها من مزاجي كده. يعني هدر للطاقة على فاضي. استنى الحل، اني استنى. اتخيل ان في افتراضات غير النكد. اتخيل ان ممكن لو حد ما ردش عليا مشغول. اتخيل لو ناس اتأخرت انه مش بيكرهوني او ما حصل لهمش حادثة. اتخيل ان في اسباب اخرى. يعني اوسع دايرة الاستنتاجات، ما اقفلهاش على النكد بس. افترض ان في افتراضات اخرى ممكن ما تكونش نكد. بس كده. طيب، نيجي تاني للتشوهات في الافكار، اني استبعد الايجابيه في حياتي، ودي بتشبه شويه التقليل من الشأن. يعني انتي شاطره في المعلومه دي، لا هي قالت لي كده بس علشان يعني هي ست كويسه، لكن انا لا، ما استحقش الكلام ده. مين المعلومه دي جبتيها منين؟ لا هو انا شايفه كده. ارفض المجامله. اقول لك مثلا الله لبسك حلو، تقولي لا 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 مش حلو ولا حاجه، ده كان عندي بقاله 100 سنه بس انا ما لبستوش، يعني قلت البسه. انت مش مصدقاني اصلا. انت بتقولي لي كلام مجامله، فانت مش مصدقه المجامله. طيب انت بتعرفي مثلا تطبخي اكله فلانيه كويسه، لا 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 ابدا ابدا، دي ولا حاجه، دي ما فيهاش اي حاجه خالص، ده كل الناس بتعملها، يمكن بعملها اقل واحده. استبعاد الايجابيه دي ليه قريبة من تقليل النفس؟ لأن في الحالتين شايفة نفسي لا أستحق هذا الثناء، لا أستحق هذا الإعجاب، لا أستحق كل هذه الإيجابية. أنا شايفة نفسي أقل، فبدل ما أقول إن أنا شايفة نفسي أقل أكدب المجاملة نفسها، ألغيها خالص. لا هي بتقول كده بس لأن هي ست لطيفة، لكن أنا لا أستحق كل هذا الجمال يعني. طيب مشكلة ده بقى ان انا مش بس بستبعد الايجابيات في كلام الناس ولا الايجابيات في حياتي، انا بستبعد حتى الايجابيات اللي ممكن اكون عايشاها. انا شايفة حياتي اصلا ولا حاجة. ايه يعني؟ بروح الشغل وباجي الشغل عادي، ما الناس كلها بتشتغل. لا في ناس مش لاقية شغل. ايه يعني مثلا ولادي كويسين بينجحوا، ما العيال كلها بتنجح. لا في ناس ما عندهاش عيال اصلا، وفي ناس عندها عيال ما بتعرفش تذاكر. ايه يعني ربنا مثلا مديني وظيفة كويسة ولا مديني بيت كويس، ما الناس كلها عندها بيوت بتسمعوها، ما الناس كلها عندها، ما الناس كلها فيها، ما الناس كلها شايفة، ما الناس كلها بتعمل، ما الناس كلها ما اعرفش ايه. لا الحقيقة ان الناس كلها ما عندهاش كل حاجة. الناس كلها عندها حاجات وما عندهاش حاجات. فكوني اتنازل بقى عن الحاجات اللي عندي وما اشوفهاش كمان، اوصل للرضا ازاي بقى؟ اوصل لقناعة ان ربنا بيحبني ازاي؟ اوصل ان في حاجه تساعدني في حياتي ازاي؟ مفيش. حضرتك قطعتي كل الخيوط اللي ممكن تحسسك بالسعاده. ربنا بيعاملني عادي زي البشر. انا ما عنديش حاجه انا اقل. انا اصلا الحاجات اللي عندي ناس عاديه جدا، عندي ولاد كل الناس عندها ولاد بيروحوا المدارس، كل الناس عندها اي حاجه كل الناس عندها. ما هو فعلا كل الناس عندها، بس كمان كل الناس مش عندها. فاحنا ما بنشوفش الايجابي خالص. يبقى لما بشيل الايجابيات بشيل
الخيوط اللي بتوصلني للشعور بالرضا والسعادة أصلا. طيب، عادة الصياغة أو الفكرة دي إيه؟ أغيرها إزاي؟ إني أصدق إن أنا عندي حاجات في ناس نفسهم فيها، أصدق إن في حاجات مش كل الناس تملكها، أصدق إن في احتمال 50% على الأقل إن الناس دي مش بتجاملني وعندها حق، إن أنا عندي حاجات كويسة جدا. كده إحنا اتكلمنا عن الأفكار المشوشة. أنا بقى ليه عندي الأفكار المشوشة دي؟ إحنا كده جبناها أهو. طب هي عندي ليه من الأساس؟ أوكي، في جزء منها وراثي. أنا أصلا ميالة للنكد، أنا بحب أشوف نص الكوباية الفاضي بطبعي كده. أنا حاسة إني ميالة للكآبة شوية، أو إن أنا وأنا طفلة تعرضت لتجارب وصدمات أكتر من العادي شوية. فقد حد من الأهل، الكوارث الطبيعية، النقل من بلد لبلد، الأطفال اللي بيبقوا طبيعة شغل أهلهم بيروحوا من بلد لبلد، بتعمل حاجة زي الصدمات، لأنه ما بيعرفوش يعملوا صحاب. فدايما ما عندهمش ارتباط بمكان، ما عندوش شعور بالأمان في حتة، فدايما خايف، دايما نكد، دايما مش هعمل صحاب عشان أهلي هيمشوني من المكان، دايما مش هحب المكان عشان مش هستنى فيه كتير. ده نوع من الصدمات. يبقى التجارب السلبية واحنا أطفال، الأهل السلبيين، الأهالي النكدية، الأهالي اللي ما بتشوفش غير الوحش، لأن دي عادة مكتسبة الحقيقة. يعني أكترها عادة مكتسبة، قليل منها بالوراثة. إنما العادي إنها مكتسبة، يا إما صدمات، تجارب مش حلوة في الحياة، أهالي نكدية، أهالي بتنتقد 24 ساعة، أهالي بتركز على السلبية في العالم، كل حاجة وحشة، الناس اللي حوالينا وحشين، خلي بالكم الناس اللي بره أشرار. فأنا بقلدهم كطفل، لأني دول مصدر الثقة الوحيد بالنسبة لي، ومش هشكك فيهم. دول بيأكلوني، بيشربوني، بيخلوني على قيد الحياة. إزاي أنا أشكك فيهم؟ كمان عدم وجود ارتباط بين الطفل واللي بيربوه. يعني الأهل جامدين، الأهل ما بيدوش حب قوي، الأهل ما بيعرفوش يعبروا عن الحب. ممكن يكونوا بيحبوا طبعا، بس ما يعرفوش يقولوا بحبك، أو بيشوفوا إن ده هيخلي الولد ضعيف، يخلي الواد ني طري كده، هيخلي البت دلوعة. أوكي، جبت منين المعلومة دي؟ لا، ده هو ثقافتي أنا اللي جابت كده. طيب، كمان لما أهلي يحسسوني إن العالم الخارجي مكان خطر، فتبدأ الأفكار السلبية تتراكم، نوع من الحماية الذاتية. فأنا ما أقدرش أثق في الناس، الناس بتعمل حاجات غلط، الناس حواليا مش حلوين. ما أثقش كمان في الأقدار. ليه بقى؟ ما أثقش في الأقدار لأني وأنا طفل كل حاجة وحشة بتحصل للأطفال بيفتكروه إن هم سببها. الأب والأم سابوا بعض، إحنا السبب. حد من الأهالي توفاه الله، هم السبب. الحياة مش سعيدة، هم السبب. ماديا مش مظبوطة، هي السبب. خناقات بين الأب والأم، هم السبب. آم، عدم استقرار الأسرة ان جنرال، حتى لو العيلة الكبيرة، هم السبب. هم بيعرفوش يميزوا ايه الفرق وايه السبب، فبيشوفوا ان هم سبب، لان هم بيبقوا متخيلين حقيقة ان هم محور الكون. انا كل حاجة، الكون هو اللي بيلف حواليا. فبما ان الكون بيلف حواليا وفي حاجات وحشة، فالحاجات الوحشة دي انا سببها. بصدق ان انا سببها، وان انا في اوقات كتيرة كمان بحبها، للأسف، لانه دي الطريقة الوحيدة عشان اقدر اتجاوز. وانا كطفل عقليتي بتدخلني على ده. الانتقاد الكبير او الكتير من العيلة، ان انت وانت وانت. والحاجة التانية التشهير، يا ساقط، يا اللي عملت. هروح اقول واقول لعمك، واقول لخلانك، واقول للجيران وجيران الجيران انك سقطت وجبت درجات. ده تشهير. بحس بالامان ازاي؟ احس ان العالم، اذا كنت انتوا منطقة الامان بتاعتي والسر بتاعي وتشهروا بيا، طبعا هم الاهالي بيبقى هدفها انه ما يعملش كده تاني. بس انا كطفل بشوفها انه ما الاماني فين معاكم؟ انا فين يبقى عندي امان مع مين؟ وانا لما اغلط اروح لمين؟ احس بضعفي ده ازاي؟ فالتشهير خطورته انه بيفضل للابد. العالم كلها اعدائي، العالم كلها لو عرفت عني نقطة ضعف هيذلوني، لان اهلي اقرب ناس ليا ذلوني.
فانا لازم اخد دي واعمل لها ريفليكشن على العالم الخارجي، وتبقى دي بقى الموسيقى التصويرية اللي بتمشي حياتي، الباك جراوند بتاع حياتي على طول. اوكي، نتوقف ازاي بقى عن الكلام ده ونبطله؟ الحقيقة مشكلة التفكير السلبي ان هو بيبقى عامل زي ايه، تراكمات بس سريعة، فبتكبر وتحصل وبعدين تقوم ممشية حياتنا من غير ما ناخد بالنا، من غير حتى ما نحس ان دي مشكلة. لا، ده انا واقعي، انا مش بفكر سلبي ولا حاجة، ده انا انسان واقعي. بس الدنيا فيها ايه؟ شوف كده، الطيران والطيارات بتقع والمراكب بتغرق والعربيات وافضل اجيب النكد كله. ايوه، بس في تاني من ما يعني ما وقعوش والدنيا وصلت يعني. يبقى التفكير السلبي بيحصل للأسف ويتمكن من البني آدم من غير ما يحس ويحوله إلى واقعية وحكمة ويعني بصيرة بالأمور. الحقيقة لا طبعا. طيب، أحلاها إزاي بقى؟ أول حاجة أعمل حاجة اسمها اليقظة الذهنية. يعني إيه بقى دي؟ يعني أركز مع مشاعري. لما يجي لي الشعور السلبي ده أركز معاه، هو جاي لي إيه؟ أنا حاسة بإيه؟ بيشد إيه؟ السبب الأولاني إيه؟ النكد ده جاي لي منين؟ من الموقف ده ولا بيمسك في حاجة قديمة أنا لسه ما تخلصتش منها، أو عقدة أو صدمة ما اتصلحتش في حياتي؟ تمام؟ طيب، يبقى اليقظة الذهنية دي بتخليني أمسك أساس التفكير السلبي، ولما أمسك أساس التفكير السلبي هيحطني على أرض الواقع. لو حاجة قديمة هقول لي لا خلي بالك أنت كبرت على فكرة، الموضوع خلاص عدى وتقدر تتعامل معاه، أو تتقبله وتنساه. يتقبل ان حصل فقد مثلا، يتقبل ان حصل خسارة، خلاص ده تقبل. اول ما تتقبل لازم الخسارة دي ما تهاجمكش. طيب، حد كان بيبهدلني وبينتقدني، اركز ان ده كان زمان، فابدا دلوقتي ارتبط بقى بالموجود ساعتها، بس ابدا ارجع بقى ازود احترامي لذاتي، ازود ثقتي بنفسي. لان الانتقاد، حتى لو احنا بننتقد نفسنا او بنجلد نفسنا، صوتنا الداخلي لو بيزعق لنا كتير الحقيقة بيقلل احترامنا الذاتي لنفسنا، وبالتالي ما بنعرفش نكون كويسين ولا واثقين في روحنا. طيب، الحاجة التانية أكون لطيف مع نفسي. يعني أتقبل زي ما أكون لطيف كده مع الناس الغرب، أتقبل إنه عادي، عادي إني غلط، عادي إني عندي أفكار سلبية، عادي إني عندي سلوكيات غلط. أسامحها يعني، أسامح نفسي على كل الغلطات، لأن حضرتك محدش اتولد بكتالوج الصح فين. إحنا مولودين بنتعلم من الناس وبنتعلم من تجاربنا، وتعليم الناس مش كله صح وتجاربنا مش كلها صح. يبقى نبقى عارفين ان احنا نتعامل بلطف نتيجة الجهل. عادي، الجهل عذر كبير، حضرتك ما كنتش عارف ان ده مش صح، بس كده، دي الغلطة. الحاجة اللي مش غلطة انت هتتقبلها، خلاص ده قدر وانا قبلته وخلاص انت. طيب، كمان قبول النفس، يعني اصدق ان انا انسانة عندي كامل الامكانيات وكامل الحرية في قبول نفسي واحترامها وحبها، زي ما بحب ولادي بغلطاتهم وبحب أهلي بغلطاتهم. كمان من الحاجات الكويسة تدوين اليوميات، يعني أكتب أفكاري السلبية والنكد والشريرة والحقد، اكتبوا على الورق، ما تخافوش، مش هيجرى حاجة. حتى لو أفكار غير واقعية، حتى لو غير مفيدة، ولو خايفين منها قطعوها بعد ما ترموها، بس اكتبوها. قطعوها بعد كده هتترمي، بس مشاعر ان عقلك فض ده قدام عينيك هتقلل من الضغط النفسي، او عقلنا فض ده قدام عينينا هتقلل من الضغط النفسي. كمان اسمح لمشاعري بالطلوع على الورق، ارمي مشاعري على الورق، ارمي حزني على الورق، اكتب واتكلم او اسجل لنفسي واسمع انا حاسه بكذا وحاسه بكذا وحاسه بكذا، وامسحه طبعا شوف ايش دليل عليا. لو ما عرفناش نعمل ده يبقى محتاجين حد يساعدنا. لو عندنا كل الأفكار السلبية دي أو الرؤية المشوهة عن الدنيا بالطريقة دي، يبقى محتاجين حد يساعدنا
يخلي حالتنا المزاجية تتغير، يخلي أفكارنا ما تبقاش تشكيك في كل حاجة كويسة في حياتنا، يخلي الدنيا بتاعتنا متوازنة. كده السيشن خلصت ونشوف المناقشة.